أهلا بكم. انقلاب على الشرعية، هذا ما يمكن أن نصف به إقالة المدرب عصام الشرعي من تدريب المنتخب الأولمبي المغربي أقل من 23 سنة يوم أمس. انتظرت 24 ساعة حتى أعقب على الموضوع وحتى أدرس جوانبه وأنتقل لتقصي الحقائق هنا وهناك لأصل إلى الحقيقة، وهذه الحقيقة هي حقيقة مرة فعلا. اليوم نتحدث عن مدرب مغبون، نتحدث عن قرار جائر، نتحدث عن طرد تعسفي لمدرب كان ينتظر ويحضر ويجهز لائحته وينظر إلى أولمبياد باريس كاستحقاق مهم دون مقدمات، دون أي شيء ممكن أن يجعل هناك قاعدة قانونية. يتم إقالة هذا المدرب هكذا، يتم استدعاؤه ويبلغ بقرار الإقالة. لكم أن تتخيلوا معي حجم الصدمة. مدرب ينظر إلى آفاق مستقبلية، يشاهد اللاعبين، يحضر العناصر التي سيعتمد عليها، يأخذ بعين الاعتبار العناصر التي قد تصعد إلى المنتخب الأول، يجهز نفسه، وفي الوقت الذي يحاول أن يخرج لنا بتصور وبلائحة جديدة لهذا المنتخب الأولمبي الذي نعلق عليه جميعا آمالا كبيرة، يفاجأ باستدعائه وبتبليغه قرار الإقالة. ماذا فعل عصام الشرعي؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ هل هذا الرجل أقصي لأنه فاشل في استحقاق؟ خسر مباراة من المباريات؟ لعب مباراة فاز فيها وكان سيئا؟ هل كان أمامه استحقاق مهم لم ينجح فيه؟ ما نعرفه جميعا أنه خاض آخر مباراتين وديتين في شهر نوفمبر، وإذا كان الإقصاء والإبعاد والإقالة حاضرة وكان علينا أن نتخذها، كان علينا أن نتخذها قبل 3 أشهر وزيادة، وليس يوم أمس 29 من فبراير. هناك شيء ما حصل في الأيام الأخيرة، وحينما أقول في الأيام الأخيرة لا أستثني أن هذه الأشياء التي حصلت هي تراكمات، نتيجة تراكمات عدة شهور، وبالأخص منذ تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد باريس. أشياء حصلت وأشياء لم تكن تطفو على السطح، ولكن ربما بتراكماتها الكثيرة شكلت ما يسمى عادة القطرة التي تفيض الكأس. قرار إقالة عصام الشرعي ليس له أي سند قانوني. ممكن أن تأتي الجامعة بأكبر المحامين في العالم ليوجدوا لك سندا قانونيا واحدا يبرر هذه الإقالة، لن ينجحوا في ذلك، لن ينجحوا أبدا، لأن ليس هناك أي إخلال بالعقد. الرجل تعاقد مع الجامعة على أهداف حققها ويحضر لاستحقاق قادم. لو أقيل بعد المباراتين القادمتين الوديتين أمام أوكرانيا التي ستلعب الألعاب الأولمبية، هي أحد الممثلين الثلاثة للقارة الأوروبية لا ننسوا ذلك، وويلز، وقلنا بأن المستويات باهتة وبأننا لسنا في اطمئنان وأن هذا المنتخب قد يخيب آمالنا وليس هناك أرضية تجعلنا نطمئن على مسارنا القادم في الأولمبياد، ممكن قد نجد تبرير شبه رياضي ونقول المنتخب غير مقنع ونقل المدرب، ولكن لا أخلاقيا ولا رياضيا ولا قانونيا ولا كرويا ولا فنيا لا توجد أي قاعدة أو أي سند قانوني ممكن أن نبرر به قرار الإقالة، إلا شيء واحد وهو شيء غير قانوني، وأن يكون في مخيلة البعض وفي قرارات البعض أن هذا الرجل غير مرغوب فيه ولا نريده أن يستمر معنا في الجهاز العام للكرة المغربية على مستوى كل المنتخبات. ربما لسبب بسيط أن عصام الشرعي رجل كتوم مؤدب لطيف، لا يجتمع كثيرا بباقي المدربين، ليس من المدربين اللي يخرجون بتصريحات نارية، لا يحاول أن يظهر نفسه أنه العملاق، يشتغل في إطار منظومة وبسكوت وبصمت ولكن بجدية. ستسألون ماذا حصل؟
ماذا حصل؟ يبرزه البلاغ الذي صدر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل أن ندخل في تفاصيله، لأن قراءة البلاغ بشكل عادي عفوي لا يعطيك أي جديد، ولكن حينما تدقق ما بين السطور ترى بأن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجامعة هي في إطار النهج الجديد كما اسموه في البلاغ لإدارة المنتخبات الوطنية من أجل التنسيق والتواصل بين مختلف المسؤولين عن المنتخبات الوطنية أو الأطر كما جاء في البلاغ. ألم يكن ممكن أن يكون هناك نهج جديد داخل إدارة فنية وتنسيق وتواصل بين الأطر بمن فيهم عصام الشرعي؟ ألم يكن عصام الشرعي جزءا من هذه المنظومة بكاملها؟ ألم يشتغل داخل هذه اللجنة التي تسمى لجنة المنتخبات، والتي أنا لا أرى فيها إلا رئيسها وهو فوزي القشع الذي هو رئيس الجامعة؟ هذا البلاغ برأيي يعتبر صك اتهام في حق الجامعة، لأن إذا كان هناك نهج جديد ممكن أن يكون نهج جديد بتنسيق والتواصل مع الأطر الوطنية المشرفة على المنتخبات بالإبقاء على نفس الأسماء. ما حدث هو أننا أقلنا رجل في اعتقادهم لا يدخل في هذه المنظومة، ولم يمتلكوا الشجاعة ليقولوا بهذه العبارة ببلاغ لقد تمت إقالة عصام الشرعي. لم يصدر أي بلاغ بهذا الشأن ليوضح لماذا تمت الإقالة. ما خرج هو تعيين طارق السكتيوي مدربا للمنتخب الأولمبي خلفا لعصام الشرعي، ولا نقول لماذا تمت إقالة عصام الشرعي أو لماذا رحل. ممكن أن يكون قد رحل من تلقاء نفسه، ولكن هذه الأمور البلاغ لم يشير إليها. تريدون أن تعرفوا ماذا حدث يوم الخميس؟ ببساطة كل ما تناقلته وسائل الإعلام والمواقع على أن هناك اجتماع عقد ما بين عصام الشرعي ورئيس الجامعة فوزي القشع، كل هذه الأخبار عارية عن الصحة. لم يكن هناك أي اجتماع ما بين الرجلين، لم يلتقيا منذ مدة، وكان لقاء عابر هكذا حينما تم الحديث عن ما بعد كأس إفريقيا. أي أن هذا الاجتماع الذي أشارت إليه بعض وسائل الإعلام أن فوزي القشع جالس عصام الشرعي ساعات قبل الإعلان عن الإقالة، هذا خبر عار عن الصحة. لم يلتقي الرجلان. إذن من أبلغ عصام الشرعي بقرار الإقالة؟ المتعارف عليه عالميا أن الإخطار بالإقالة يتم عبر قنوات معروفة، إما عن طريق رئيس الجامعة مباشرة ويبلغ برسالة، إما عن طريق رئيس لجنة المنتخبات الذي هو فوزي القشع، إما عن طريق المدير الفني، إما عن طريق السكرتير العام للجامعة، وإما من خلال سكرتارية تعطيه رسالته وتسلمه قرار الإقالة. لم يحدث أي شيء من هذه الإجراءات. ما حدث هو تبليغ لعصام الشرعي من قبل من؟ من قبل وليد الركراكي. وستقولون وما علاقة وليد الركراكي بالمنتخب الأولمبي وبقرار الإقالة أو التعيين؟ ما حدث هو أن التغييرات التي يتحدث عنها البلاغ ليست بالشكل الذي جاء في البلاغ. حصلت تغييرات مهمة داخل الهيكلة العامة للمنتخب المغربي. لمعلوماتكم أن وليد الركراكي أصبح مسؤولا عن المنتخب الأول وعن المنتخب الأولمبي في نفس الوقت. لم يصدر أي بلاغ، ولكن هذا هو المسمى الجديد والمسؤوليات الجديدة لوليد الركراكي داخل هيكل كرة القدم في الجامعة. من أخبر عصام الشرعي بقرار الإقالة هو وليد الركراكي. مصادر متنوعة وموثوقة ومن داخل الجامعة أكدت أن هذا الاجتماع حصل فعلا، وأن عملية التبليغ كانت من قبل وليد لعصام الشرعي بحضور رشيد بن محمود.
وبالطبع هذه الأمور نستغرب لها، لأن في نهاية المطاف من يتعاقد مع عصام الشرعي هي الجامعة، وكان الجامعة هي التي تبلغه، وليس مدرب المنتخب الأول. عملية التكتم على أن يكون وليد الركراكي هو المشرف على المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي عملية كان عليها أن تكون منشورة في الإعلام ومصرح بها ومعلن عنها. عملية الشفافية التي أقولها لكم وأكررها، هذه أمور تفتقدها الجامعة الملكية المغربية. لازلنا نشتغل في الكواليس، ولازلنا لا نريد أن نظهر عملنا بشكل واضح أمام الجميع. ما المانع في أن تخرج الجامعة وتقول لقد تم تعيين وليد الركراكي مسؤولا عن المنتخبين معا؟ اليوم نفهم لماذا تتم هذه الإقالة، رغم أننا اتفقنا في البداية على أنها ليس لها أي سند قانوني. هناك فقط قرار اتخذ من جهة معينة داخل الجامعة، وكلف وليد الركراكي بأن يبلغها لعصام الشرعي. الآن نطرح سؤال: هل اكتفى وليد الركراكي بدوره في التبليغ، أم أن له يد في هذه الإقالة؟ حينما ننظر إلى الأحداث التي عشناها مع المنتخب الأولمبي وعشناها مع المنتخب الأول، والتراكمات التي حصلت وخيبات الأمل التي صاحبت مشاركة